نرويها وتصلح لك يا ابو عايض. يا سلام. هذا طول عمركم حصلت في العراق من يجي 3-4 سنين. رجال في بيته والديه متوفين، رجال كبير يعني في نص عمره مثل ما تقولون، وعنده بيت ملك ومتزوج وعنده بنتين وولد. اخواته كلهم تزوجوا واخوانه، باقي له اخو واحد شاب رجال، وزي ما تقول تخرج ولا لقى وظيفه، وين يروح؟ قاعد عند اخوه. البيت مو بكبير ترى، فجالس عند اخوه. راعي البيت خوينا في السالفه اسمه محمد والصغير اسمه احمد. محمد عمله معلم صب، معلم صبه. نعم. مشرف تبع احد الشركات الكبيره وراتبه لا باس فيه، ويشتغل فيها الصبه، العمدان والسقوف والارضيات وهالامور هذه، لكنه خبره فمخلص في عمله. هالحين بيته ملك وسيارته ملك وراتبه مكفيه، بس ما في زود، هو وعياله مبسوط. واخوه ساكن معه ركزوا على هذه. جاء ذاك اليوم طال عمركم قالت الحكومه بيعطون الارامل والمطلقات قطعه ارض ويعطونها دخل بسيط، عباره عن زي ما تقول $100 في الشهر. اي الله يوفقهم يعني. احنا شكو ما لنا دخل هالحين. جات الحرمه قالت لزوجها شفت الحكومه بتعطي الارامل والمطلقات؟ قال الله يجزاهم خير. اي والله يستحقون. اي قالت وحنا ورا ما نستفيد. لا اله الا الله. قالت حنا ورا ما نستفيد. خلت عرض. قالوا شو ايش دخلنا تقول ارامل ومطلقات؟ قالت طيب يصلح اصير مطلقه. وانحش. قال ها شلون؟ قالت يا ابن الحلال عاد هذا فيها مفهوم لازم تفهمونه. عندهم هناك طلاقين، اختلاف. في طلاق في المحكمه، هذا رسمي على ورق، وفي طلاق عند الشيخ. هم يعتمدون اجتماعيا او خلينا نقول شرعيا، يعتمدون الطلاق اللي يروح عند الشيخ ويجيب 2 شهود ويقول انا طلقت. قال يا بنت الحلال، قالت يا ابن الحلال انت كل الناس سووها، احنا بنروح المحكمه ونكتب هالورقه. ورقه وش خرطي؟ الله الله الله. نكتب هالورقه عند الشيخ، قل طلقتك والقطها واروح وزاره الشؤون الاجتماعيه اقدم اخذ ارض وراتب. يا مهبول وين راسك؟ وحنا على عرش امور طيبه. لا ترى في واجد سووها يعني. هو جهل، هو تحايل على النظام، ما ادري، بس انهم هم في داخلهم. لا بس هم في داخلهم هم يقول حنا الطلاق عند الشيخ ما في المحكمه. يبون هالدراهم بالهيبه، حلال ولا حرام، سمها اللي تسميها. الحاصل منا قنعته. قال والله ما دام الناس سووها، قال لا تبس نفسك وانت عاشر عشره. نعم. معهم والله، ويلقط يدها ويروح للمحكمة ويسجل لي طلقتها وياخذون الورقة. راحت قدمت، خذت لها 3 أشهر 4 أشهر، يوم طلع صك الأرض قالت ها الله. أنا ما قلت لك؟ أنت بس لو تطيعني وتفهم. لا والراتب أبشرك نزل، والراتب هذا ترى مو بلي ولا لك. ها قالت لبناتي وولدي هذا ادخار، ما ندري ايش تقول الدنيا. اي نعم. شايف عدي بديلتنا كل يوم منا ولا من. قال لي تشوفي ابد، المهم شيء حصلتيه وبغيتيه وحصلتيه، بغيتيه وحصلتيه. قالت تمام. خذت لها بعد يجي 3 أشهر، يوم جت قالت محمد، قال سمي. قالت انت دريت الحكومه وش سوت بعد؟ قالوا وش سوت بعد؟ قالت انهم العطلجيه اللي ما يشتغلون عطوهم رواتب. قال زين الله يوفقهم، وانا وش خصي انا الحمد لله اشتغل والحمد لله. قالت اي صح. قال ترى يمين انا هوجس والله من سمعت الخبر وانا هوجس في اخوي، وش رايك لو اخليه يقدم؟ قالت انا ما ادري متى بتفهم. قال وش افهم بعد؟ هو اللي عاطل. قالت يا خبلك اخوك وين ياخذ مصرفه منه؟ منك. شحن جواله من وين؟ منك. قعدته على القهوه والمطعم من وين؟ منك. طيب وشو الله لا يبدي بخيرنا غيرنا. قال وانا وش اسوي يا بنت الحلال؟ هذه لها شروط، شروطها انك ما تكون موظف ولا يكون عندك بيت ملك ولا يكون عندك سياره ملك. انا كل هذه عندي. قالت يا مسلم انت موظف شركه، يعني مالك تامينات اجتماعيه ومعاش تقاعدي، فبالتالي انت اجير يومي، يعني ما عندك وظيفه.
قال طيب هذه واحدة والسيارة والبيت. قال تحولها باسم أخوك. صجيت أنا أخوي يا حولها باسم أخوك تصير أنت يد قدام ويد وراء، لا موظف ولا سيارة ولا بيت، بعد ايش تبي؟ وقدم يا مال الغنيمة، خذ الدراهم وحط عباس على الدباس، حط اللي بتاخذ الحكومة منا على اللي عندي، حولها على حسابي على طول ونجمع لعيالنا. صجته وجته مثل ما يجي الشيطان ابن آدم. قال تم. راح وحول باسم أخوه السيارة والبيت، وفعلا هو على عقد مع الحكومة مع الشركة، والشركة مالكها تاجر عراقي ساكن في لبنان. المهم راح وقدم وفعلا حصل المبلغ الشهري اللي يطلع له وحطه على حساب زوجته. زانت الأمور، والله الأمور راكدة هالحين. جاء ذاك اليوم قدر الله ولهم في الدور الثالث يصبون سقفه، وتعرفون يخشبون، ثم يجي البمب هذا ويصب، وعمال وحديد، لعل التخشيب ما كان جيد، ومع ثقل الاسمنت الصبة والعمال اللي فوق قدر الله وانهار، طاح الدور الثالث، طاحوا هالعمال اللي فوق على اللي تحت، صارت كارثة. منهم ناس راحوا وفيات الله يرحم الحي والميت، ومنهم ناس إصابات بليغة. لكن رفيقنا في السالفة محمد بحكم أنه معلم الصب وكان فوق ومشرف على لحظات الصب، صار هو اللي أقوى إصابة ولا مات. لا إله إلا الله. تجيه ضربة طول أعماركم صيغ حديد يدخل في شاسلته ويضرب كليته اليسرى ولا فارثها. لا إله إلا الله. جاءت الإسعافات وخموهم تراهم هم في محل يسمى بابل اللي هو الحلة، معروف عند أهل العراق يسمونه الحلة. شالوهم وأقرب مستشفى كبير اللي هو المدينة الطبية، ودوهم. يوم ودوهم لحالات أسعفوا اللي أسعفوا والثلاجة بعضهم المتوفين. أقوى إصابة هالحين إصابة محمد. شالوا الكلية التالفة تماما، حاولوا الحمد لله يعني جوها له وركضوا اللي هي زوجته واخوه وقاربه، قالوا والله حالته ما تطمن لكن انتظروا فترة يومين ثلاث، قالوا الحمد لله ان شاء الله انه عتق. هالحين سلم الرجال، قالوا ترى ما عاد له الا كلية واحدة فحافظوا يعني على نفسيته وكذا. صارت زوجته تركب مع اخوه ويجون من ديرتهم يزورونه، اول اسبوع كل يوم، ثاني اسبوع كل يومين، ثالث اسبوع كل 5 ايام. لا اله الا الله. قال انت يا مرة تعالي يا بنت، ايش في علمك؟ ترى اليوم يومك وانا تعبان نفسيا. انا قالت وانا دكتورة، انا وش اسوي لك؟ انا ترى اجي اقول شلونك عساك طيب تقول بخير الحمد لله وارجع، بعدين انا عندي جهال، عندي صغار، عندهم مدارس، يا اخي لا تبلشني، تراك دبلت سبدي انت. والله الخاطر ما هو بالحيل تغير الاسلوب. اي قال ها، قالت ايه اذا جيت ما جاء مني بركه، انا عندي اشغال يا اخي. قال طيب خير. صارت تقطعه باسبوع واسبوعين. الحين سالفته مطوله في المستشفى، كل مالها والتردى زود، لا هي ولا اخوه. العيال ما جاوبت، يقول لا تجيبونهم يشوفون حالتي. يوم اخذوا لهم 4 اشهر 4 شهور ونص انقطعوا تماما، ما عاد جاوبت لا اخوه ولا زوجته مره. الله. قال هذول صاحي ولا ما عادوا بصاحي، حينهم يجي 3 أسابيع ما جو، ويتصل عليهم قفل جوالاتهم. ويجي بالله واحد من جيرانه قال الله يرحم والديك، انت روح تعطيني خبر زوجتي وعيالي واخوي هم حيين هم ميتين. قال ابشر على بس هالحين اعطيك خبر، جوالك معي وانطلق. العاد عود، لا حول ولا قوه الا بالله. جاء الثاني قال تكفى سو خير مر بيتي وعلمني العلوم. قال ابشر، راح ولا عدل يتصل عليهم على اللي مرسلهم ما عاد يردوا. يا رب ان الشكوى لك وشالوا مسكين قام ياكل روحه، ماتوا وش جاهم. يوم جاء ذاك اليوم اللي هم مبروك، ويدخل عليه واحد من عيال عمه وجهه اسود ومعه عياله ال3، عيال الرجال المريض ذا. يوم شافه لوجهه ما ينبئ بخير، قال عسى ما خلاف وش العلم؟ قال لا قال زوجتي حيه واخوي. قال يحييك. قال وعيالي وراك جبتهم. قال وش اسوي؟ وين وش؟ ما عاد عرف يحكي. قال اسالك بالله انت علمني وش العلم؟ قال العلم اخوك تزوج زوجتك. ايه
هذا والله العلم الاقشر. قال ها؟ لا. قال غيره. قال والله ما غيره. وحنا رحنا لا تحسب ان سكتنا، ترى حنا حضرتك يوم غبت رحنا وقلنا استحوا، ويا ناس خاف والله، ويا ناس رجال في المستشفى، ويا ناس ما هو بواجب، وانت يا فلان هذا غاذيك واخوك وابوك، استح على وجهك. قال ولا كلمه، اللي له شيء يروح للحكومه. الله الله. وجيناها قالت انا عياله لا بيهم ولا له عندي شيء واللي عنده الشيء، طلاق مطلقني، والبيت انا بقعد فيه، بيت الرجال مو ببيته. روحوا اشتكوا، مرتدرون وخذوا عيالكم. وهي تدن العيال علينا، قالت عاطوهم اياه انا ما عدا بيهم. وهالحين انغب انا ابو عارف. والله ما لومه. شبت سبدي انا داري عارف. بالله. لا بيعلق اصبر. اصبر. المهم طب الله عمرك. قالوا دنت العيال، قالت ودوهم لابوهم. وين حنا هالحين؟ قال خلاص 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 شكرا. رح. هو هالحين وش يبدي من سواد الوجه وضيقة الصدر؟ هي وش الغبنات اللي جته الجميع هذا؟ لا، ومريض يبي مين يرعاه، وعيال الثلاثة يصيحون عنده. اليوم صار طال عمركم ليل ونهار راسه سدى، ولا يهرج ولا كلمة. يوم جاء بعد فترة جو الأطباء قالوا ترى كليته الثانية تعبانة مع الوضع النفسي، ومع تقبل جسمه العلاجات وضغط على كلية واحدة، تراها مهددة بالفشل الكلوي خلال سنة سنتين بالكثير، فيلزمه متبرع من الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. زادت عليه وتساوت هو معه مرة. هو الحين مرة مع على المغذيات ونفسيا دمار. أنا مسميها عندي في قناتي في اليوتيوب قصة انهيار نفسية، لأن انهار الرجل، صار يتمنى الموت. يجون ياخذون بخاطره الاطباء والممرضين ويا اخونا ويا حبيبنا، طول عندهم اخذ حوالي سنه ما عاد يتقبل ولا يبتسم ولا يرفع راسه. ما هو على كيفه. اي والله مو بهواه مسكين. اي والله الله لا يلومه. الحاصل طول اعماركم، جاء رجال بشنطته ودخل عليه السلام عليكم السلام، يرد يا الله يرد. قال يا اخ محمد انا محامي الشركه، وللاسف مشروعكم اللي كنتوا فيه ما امنا على العمال، وحنا الآن في مصيبة لأنه تعهدنا عند الحكومة توقف، وحنا ماسكين مشاريع كثيرة وتم إيقافها جميعا لأن حنا مخالفين وهو قال ها. قال وش تبي؟ قال أنت أكبر إصابة، غير المتوفين متوفين دية وانتهينا، لكن أنت حي والآن جاك فشل كلوي وكل هذا ضدنا، فأرجوك كم تبي وبوقع لك الآن عليه شيك أعطيك إياه باسم الشركة وتكفى، خذها وتنازل. قال ما بي شيء، خربانة مرة أما قمت تساوية. اي والله. قال عطني ورقتك أوقعها وما بي منكم شيء. قال ما يصير يا أخي، ناس جايهم كسور وشيء بسيط وجروح وطالبونه وبهدلونه. قال لي أخوي أنا ما بي شيء، أتوقع والله هو يوقع. قال جزاكم الله خير شكرا. خذها طلع الدكاتره لقوا المحامي وش قالوا ان التنازل جزاه الله خير. قالوا ترى مو مسكين يؤخذ على يده نفسيته دمار قال والله اني حاسن فيه. اطمر يا المحامي ويروح يحاتي مدير عام الشركه اللي قلنا انه ساكن في لبنان. اتصل به قال ترى الوضع كذا 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 كذا. قال والله انك كفو، والله انا جار الدهر عليه هذا مسكين، لكن انا جاي الاسبوع الجاي واجيك، اجي العراق. جاء للعراق واول ما بده يلقط المحامي قال ودني للرجال هذا اللي تبوه، ويجيب لهم دخل عليه لا عين حميده هذا قد شاف. يلا حي محمد اخوي طيب ان شاء الله. قال جزاك الله خير. قال محمد وصلني اللي صار بينك وبين المحامي وهذه شهامه ورجوله. قال جزاكم الله خير شكرا. قال محمد اللي راح انا عرفت تفاصيل حياتك وقصتك وحنا نبي نعوض. قال تعوضنا عن زوجتي ولا عن اخوي ولا عن بيتي ولا عن اللي الماضي اللي انا اعتبره كل الخيانه واني كنت مخدوع، ولا عن المستقبل الدمار، ولا عن ايش؟ نعوذ بالله. وانت ايش بتعوضني عنه؟ فلوسك ذي وش بتعطيني؟ انا ما ابي شيء. قال لا اله الا الله. قال لا اله الا الله. قال اسمع، اول شيء انت الان في حاله علاج، وانا حجزت لك في لبنان وحصلنا لك متبرع، وتسافر على حساب الشركه تسوي زراعه الكليه وتجي ان شاء الله بالسلامه. الثانيه
بسم الله، هذا مفتاح بيت جديد والله أن تاخذه، وهذا مفتاح سيارة جديدة وكالة والله أن تاخذها، وعيالك الثلاثة هذول العيال قعدوا عنده مدة، صاروا الممرضات يحسنون فيهم إلى الله يكرمكم عفنوا، يحتاجون نظافة. خذت واحد راحت روشته ونظفته جابته بكرة لها. قال وعيالك عيالي والله ما يحاسبني الله فيهم لين تجي ازهلهم والله، ويحتفلون به ولا على حد طلعته، ويجون الممرضين والممرضات والدكاترة في المستشفى تعاطفوا معه خلال الوقت هذا، صاروا مسوين له زي القطة أو الجمعية وجامعين له مبلغ وشروا له قطيع أرض وقاعدين يعمرونها، قالوا عشان إذا طلع عارف إنه بيبطي، إذا طلع نعطيه بيت، لكن سبقهم الرجال ذا بالطيب. جاوا قالوا والله إن نزيد الطيب طيب، والله إنه رزقك اللي الله كتب لك، خلي الفرحة فرحتين يا محمد، تستاهل، هذا أجره وهذا اسكنه، ويعطونه إياه ويروح لبنان ويجري العملية، وأبشركم إنه طيب معافى الآن وعايش إنه هو وعياله في بيته ما عندهم أخلاف ولا الحمد. يعني هذه القصة حاضرة ما هي بقصة قديمة؟ لا من 3 سنين. لا إله إلا الله. لكن يستفاد منها عدة مواقف، أبو عايض بيعلق وغيره، لكن ترى نجيبها أولا الحم والموت. نعم صح، جزاك الله خير. أي والله. الشيء الثاني التحايل على الحكومة وعلى شرع رب العالمين، هذه نتائجها. نعم صحيح. والسعيد من وعظ بغيره. وسلامتكم. وانت سالم الله يقويك. تعطيني بس شوي. ايه نبي نشوف ابو عايض، ما نقدر، ابو عايض موصل عليه. انا عندي بس بيت يقول وندري ان اهل المعرفه واجد، وندري ان اهل المعرفه واجد وقبل يعرف، لكن انا بدأت تصير بعض من يجهه قدام ما بكره يعض اصبعه. وشلون اللي قبله؟ لكن بذكر بعض من يجهل، وندري ان اهل المعرفه واجد. شلون الشطر، لكن يقول وانا بعض من يجهل قدام ما بكره يعض اصبعه قبل لا يندم. قبل لا يندم. انا اقول كلامي هذا علقوا عليه انتم والاخوان المشاهدين، يعلقون عليه برضو في الهاشتاج. علق ورايا الهاشتاج شاب من ضوء. اي انا اقول لا انت هذا ذنب، اول شيء ترى ذنب. صح هذا صح. الذنب الرئيسي هو ذنب الرجل. نعم. لان الرجل تخلى عن مسؤوليته وعن قوامته على الاسره وضعف، وهذا اللي نتيجه ضعفها اللي هو فيه. مع الاسف انا ما اشمت فيه. انت الرجل قيوم، العرب لا تنازل عن واجباتك. صح. مهما اغروك انت تشوف الشيء صح سوه، تشوفه بعدين فيه ترى الاسره ومن ازواجكم واولادكم عودوا لكم. اذا جاك واحد سليط لسان وقال عطني بطاقه تصرف الفلوس العامه معاي، لا. اذا جاك واحد سليط لسان وقال انا بسوي مشروع وبوديك السماء ومن الارض، برضو لا تندفع بسرعه. فدائما خليك حريص، احرص على قوامتك، احرص على رجولتك، لا تطيع الناس اللي لهم غايات، سواء زوجه ولا ولد ولا، ما دام انت في صحتك وعقلك لا تنكسر، لا تضعف. نعم. ابو عايض ترى في هذيك اللحظه يعني زوجتي وام عيالي، لا شوف رفيق دربي، ما رفيق ام عيالي يعني هو بالله في احد يتخيل انها بتطلع عيالها تقول معده بيهم؟ لا يقول قطوه ما تسويها لا بعيالها. بس اللي قالت طلقني وهي حيوان. يا ابو ركان، اللي قالت طلقني خف منها. اي والله صح. اي والله صادق. وابو ركان قالها، قال تحايلت على الله وتحايلت على الحكومه. صح. هذه وش اللي بيصير؟ ولدك اللي قال عطني الحساب العام انا بتصرف فيه، انتبه. ولا ولدك انت عندك مثلا في البنك نص مليون، قال يبقى عطني وكاله على نص مليون بسوي تجاره ضخمه واغنيك. وقف. بستثمرها لك. بستثمرها لك. وقف. اي نعم وقف. شيء ببلاش. ايه وقف والله. فالرجل لازم برضه يكون حاضر. سلامتكم. وانت سالم الله يطول بعمرك. خلني بنشوف ابو علاء، برضه ابو علاء